سقط الترجي في فخ التعادل السلبي البارح السبت أمام نظيره بيترو أتليتيكو الأنغولي في المباراة اللي جمعت ما بيناتهم على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري الأبطال الإفريقية. على عكس المتوقع كنا باش نشوفوا الشوط الأول ماشي لصالح الترجي، كأنه الضيف وكأنه الزائر هو صاحب المكان. بيترو أتليتيكو سيطر على مجريات الشوط الأول وحاول تسجيل هدف التقدم في أكثر من مناسبة وأبرزها تصويبة جوناثان تورو اللي مرت بجوار المرمى في الدقيقة 27. وكذلك الشوط الثاني حاول الترجي أنه يعطي فرص اختيار، أبرزها تسديدة حسام الدين غشة في الدقيقة 67 واللي تعدت بجنب الجول. بهذه النتيجة حافظ كالعادة الصدارة لبيترو أتليتيكو المرشح البارز في المجموعة هذه للترشح ب7 نقاط، بينما رفع الأحمر والأصفر رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة على النجم الساحلي الممثل الثاني لتونس وكذلك الهلال السوداني في المركز الرابع. نحكيه على المجريات بعد الماتش وليكونسيكونس سامحوني اللي باش تصير. يعني لهنا الترجي شنو لازم يعمل؟ أكثر سؤال يتطرح، فخمسة لاعبين يمكنهم تحسين مستوى الترجي، 5 لاعبين قادرين انهم يعطيوا الفريشور وقادرين انهم يبدلوا في سيستم اللعب اللي قاعد يعمل فيه طارق ثابت. شهدت الفترة الأخرى تراجع كبير، ما نحكيو على تعادل البارح بركة. الترجي على المستوى القاري قاعد يلقى في عدم ثبات وقدرة على تسجيل الأهداف والدخول في الماتش شوط كامل، يعني شوط كامل كما ماتش ليتوال لول، وإلا الشوط البارح اللول ما عرفش كيفاش يدخل في الماتش. ما فهمتش علاش الترجي المتعود ديما قدام جمهوره يسجل، حتى كان يعدل يسجل، يعطي الإضافة ويقدم بالجرين تام تاع الجوارات. راو كل جوار في الترجي لازم يعرف انه باش تعطي الإضافة وتجيب الربح ولا باش تجيب أسيست تجيب بيها بونتو، راك باش تكسب حب الجماهير اللي تبع، واللي كانت البارح فوق 20,000 موجودة على ملعب حمادي العقربي. تعادل الترجي خلى برشا تساؤلات وخلى قرب ليتوال بنقطة واحدة ما بيناتهم فارق الأهداف بعد ما ربح ماتشويه قدام الهلال السوداني بتسديدة في دقيقة 80 جابت بونتو. في نهار الجمعة لعبوا نهار السبت الترجي في ملعب صحيح، فما مطر وربي يرحمنا وفما عشب ماهوش في كامل جاهزيته، لكن الأسباب اللي باش تتقال والمبررات عمرها ما تجيب انتصارات وعمرها ما تجيب رياكسيون. حبينا نراو ردة فعل قوية بعد هزيمة الهلال، لكن للأسف وقتاش يرجع الترجي المشاركة والفريشور في جوارات باش نحكيو عليهم توا كما هاني عمام وزين الدين ساسي. الزوز هذوما باش نحكيو عليهم قبل على تراجع المستوى ياسين مرياح خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، خلى الجمهور يطلب ضرورة جلوسه على مقاعد البدلاء ومنح لاعب آخر الفرصة للمشاركة. علاش لا؟ مش بالضرورة معناتها يكون مرياح على طول في التشكيلة الأساسية، وفي نفس الوقت يقدم هاني عمامه مستوى جيد رفقة الترجي. وقت اللي شارك وأصبح من الضروري حصوله على فرصة أكبر للمشاركة ويعطيه دقائق أكثر. كذلك الحال بالنسبة للمدافع الآخر زين الدين ساسي القادم من الفريق الرديف من غانغون الفرنسي. الزوز أسماء هذوما في الدفاع هاني عمام وزين الدين ساسي علاش ما ياخذوش فرصتهم بعد ما شفنا تراجع مردود مرياح وتوغاي، ونعطيوهم فرصة باش يرتاحوا. زوز جوالات الدوليين هذوما نعطيوهم فرصة باش يرتاحوا ويسترجعوا الأنفاس متاعهم، ونعطيو فرصة لهاني عمامو وزين الدين ساسي. بقاو 3 أسماء أخرين باش نحكيو عليهم. ثالثهم عزيز فلاح، على الرغم من أنه عزيز فلاح قدم أفضل مستوياته في المباريات الودية، فإنه طارق ثابت المدير الفني للترجي متمسك به وبقرار بعدم الاعتماد عليه بصفة أساسية. ما فهمتش علاش عزيز فلاح اللي مع الإصابات اللي تعرض لها صحيح لاعبي الترجي واحد ورا الآخر قد ما يحتاج ثابت للاعتماد على عزيز فلاح ما نلقاوش في معناتها في مجريات الموسم، إما في مركز على الأقل صانع الألعاب أو في مركز الظهير الأيسر. إن شاء الله عزيز فلاح يعتمد عليه. الأسماء اللي رجعت من الصيف قاعدة تعمل في البريباراسيون
فيزيك وقاعدة ترجع من الإصابة. نحكيو على غيلان الشعلالي، الجوار اللي هو كلي في وسط الميدان. قبل كان فما نعودوا نفس الحديث، قبل كي كان فما حمد الهوني وكان فما محمد علي بن رمضان، على الأقل رغم امتلاكه وإمكانات كبيرة. غيث الوهابي مستواه بصراحة مذبذب البارح، ما عجبنيش بالكل. ما نعرفش شنو رايكم، اكتبوا لنا في التعليقات. أبار معناتها الكارت جون اللي خذاها، وإلا الفازات متاع تضييع الكرة اللي كانت تجيب كارثة معناتها متاع بونتو في وسط الميدان، خسر كورته ما عرفش يعمل كنترول كيفاش دخلت الكرة للعمق ما بين 18 وقادرة انها تجيب بونتو، ومامي شفناه كيفاش قدم وربي استر. بالتالي أصبح من الضروري على الأقل منح فرصة للمشاركة في الجولات القادمة من دوري الأبطال لغيلان الشعلالي. لن يجد طارق ثابت أحسن وأفضل من لاعب خبرة كما غيلان، الذي دائما يقدم مستويات رائعة عندما يشارك في مجريات الماتشوات مع نادي باب سويقة، خاصة إذا وصل إلى أفضل جاهزية بدنية ممكنة. وختاما سامحوني، ختاما باسم خامس، محمد وائل الدربالي. بصراحة مستوى رائع، من المتوقع أنه يقدمه لاعب الوسط الميدان هذايا خلال الفترة الجاية، وقد تألق بشكل كبير بالفعل خلال مباراة الترجي الأخرى قدام المرسى في الرابطة المحترفة الأولى البطولة، وقت سجل هدف الفوز الوحيد واللي خلى الترجي ياخذ 3 نقاط ثمينة من خارج دياره في ملعب المرسى. ومع هذا التألق يجب منح الدربالي كيف الفرصة من أجل المشاركة بشكل أكبر في الاستحقاقات الجاية مع الترجي. شنو رأيكم في الأسماء اللي ذكرناها؟ هاني عمام وزين الدين ساسي، عزيز فلاح، وغيلان الشعلالي، محمد وائل الدربالي باش يكونوا في التشكيلة، وباش يعمل عليهم طارق ثابت. ال5 لاعبين اللي نجموا يحسنوا من المستوى، ما قلناش هما اللي باش يجيبوا الربح والأهداف والانتصارات والتتويجات وكذا، لكن التدوير الذكي وقراءة الملعبية اللي باتري فابل نورمالمون مهمة طارق ثابت. وحاجة أخرى ختاما، علاش المنافس هذايا الأنغولي ما تمش مراجعته، ما تمش فعل كما نقولوا مراجعة تقنية من خلال مشاهدة ماتش ليتوالي اللي تعدى وقراءة نقاط القوة متاعه والضعف متاعه، مع العلم انه مهاجمه اللي سجل ما كانش موجود في الماتش تيتولار ودخل في وسط الماتش معناتها في وسط الميتون الثاني كرومبلاسمون. بصراحة الترجي لازم يعمل تحويرات، ولازم كل جوار يحط في قلبه انه قدام واجهة قارية واجهة محلية لازم يعملها على أكمل وجه ويقدم اللي عليه، والباقي على ربي بطبيعة إن شاء الله الأهداف وبقية الماتشوات تجيب ربح للترجي. مهم جدا للمعنويات باش حتى حد ما يدخل في شك ولا يدخل في حتى كما نقولوا فرصة انه يستسلم ويرمي المنديل. بالعكس لازم كل شيء يكون واضح والنقاط على الحروف. بيترو اتليتيكو الانغولي فريق قوي ومتماسك، واللونترونور متاعهم عنده برشا معاهم كيف ليفاكتيف متفاهم وعنده تيم وورك كبير. وحاجة أخرى، عامل كلين شيت ودفاع صحيح ويعرف كيفاش يطلع ويهبط في الريتم متاعه. فالأمور هذه لازم تتقرأ لماتش العودة خارج الديار من ملعب حماد العقربي. واكتبوا لنا شنو رايكم في اللي صار في الماتش ككل بصفة عامة وبصفة خاصة. شنو رايكم في ال5 جوارات اللي ذكرناهم؟ قادرين يعطيوا الإضافة حتى 1%، وإلا الجوارات اللي توا قاعدة تلعب هي الأحق والأحسن والأكثر جاهزية بدنية؟